السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل واحسن حال. اخباركم ايه يا حفيدات عائشة؟ طمنوني كده عليكم. خلصتوا تنظيفات العيد ولا لسه؟ ولا ايه اخباركم؟ متهيألي احنا يعني ماشيين كده مع بعض في كل حاجة. ان شاء الله كده تكونوا يعني مخلصين ومظبطين اموركم ومية مية. ما تنسيش لو اول مرة تشوفيني ياريت لايك للفيديو لو عجبك، وكمان الاشتراك وتفعيل الجرس علشان تنوريني وتبقي اخت من اخواتي، ووجودك كده على راسي. تعالوا كده يا بنات، خلاص كده التشطيبات النهائية والفرش النهائي للعيد، وكل سنة وانتم طيبين وفي اسعد واحسن واحلى واجمل حال يا رب. عيد سعيد عليكم ان شاء الله باذن الله. اللي نفسه في حاجه ربنا ان شاء الله باذن الله باذن الله هنخرج من الايام دي واحنا مجبورين كده الخاطر، وربنا كده يعني ان شاء الله باذن الله، وامل في ربنا كبير انه هيكبر بخواطرنا، وكل واحد نفسه في حاجه ان شاء الله ربنا هيكتبها له باذن الله، وهيشوفها كده بعينه وهيفرح فرح ملوش نهاية. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أول حاجة كده كنت فطرت كده مع نفسي، وبعد كده قلت طب وبعدين بقى احنا نقضيها قعاد. بصراحة الواحد يعني ايه، خارج من حوار مذاكرة وخارج يعني ما شاء الله عليه. يعني الفترة اللي فاتت دي كانت فترة إجهاد، غير كمان ان احنا عملنا مع بعض تنظيفات بتاعة العيد، تنظيفات بقى عميقة وكده. فقلت لا ما بدهاش بقى، فعملت لي كوباية قهوة و3 تمرات كده عشان يفوقوا كده ويدوا باور. وقمت بقى يا بنات، اللهم لك الحمد ولك الشكر، زي ما انتوا شايفين كده ظبطت الدنيا خالص في البيت وفرشت الفرش، وهتشوفوا كل ده معايا بأمر الله. اول حاجة تبتدي بيها لو في عندك غسيل او اي حاجة تحطيه كده على بال ما تخلصي يكون خلص، وتنشريه في الاخر بقى بعد ما تخلصي. بعد كده بقى بدأت ان انا ايه، اخد الأوضة بتاعت الأطفال، بدأت بيها هاخدها كده، شلت الملايات، هغير الملايات بالشكل ده كده. انا هفرش برضو ايه، فرش اللي هو مفرش زينة. فانا برضو يعني ايه، علشان ده غرفة اطفال وكده وبيناموا فيها، يعني تلا واحمد بيناموا فيها، ففرشت الملايات الخفيفة دي كده جميلة كده وطرية. وبعد كده بقى مسحت الارض مسحة حلوة قوي، ولما تنشف بقى كده زي ما انتوا شايفين هفرش بقى بقية الحاجة، وهعلق الستارة، هفرش السجاد. بعد كده هفرش اخر حاجة اللهم ذكرني المفرش بقى اللي هو ايه الزينة ده. حلو قوي قوي بصراحة، وبحب ان انا يعني كل فترة كده، يعني انا مش هكدب عليكم مش كل عيد بصراحة بفرشه. لما بلاقي كده يعني عايزة تغيير وتجديد بفرشه يعني. بعد كده فرشته زي ما انتوا شايفين، اللهم لك الحمد ولك الشكر. طبعا بقى رشيت المعطر، وبصوا قولولي بقى ايه رأيكم. هنا كده تلا واحمد كانوا فرحانين، فنفخوا كده كام بالونة وقاموا بقى ايه وزعوها كده في الأوضة. بصوا بتبقى فرحة يعني جميلة كده لينا كمان وليهم طبعا. فربنا كده يديم علينا فرحتنا، اللهم امين. في العيد في ايامنا العادية ربنا كده يكتب لكل واحد اللي نفسه فيه يا بنات، والله ان شاء الله باذن الله. في بنات بتقول لي ادعي لي ربنا يرزقني بالذرية الصالحة، ادعي لي الديون اللي عليا اسدها، اسد ما عليا، ربنا كده يكرمني ويقدرني ان شاء الله. ربنا يقدرك ويسعد قلبك ويكبر بخاطرك ان شاء الله، وكل اللي نفسك فيه هتلاقيه، ويسد ما عليكي يا رب. وكل اللي نفسه في حاجة ان شاء الله بإذن الله بحق الايام الجميلة اللي احنا فيها دي هتتحقق بإذن الله. ربنا مفيش احن منه. صلي كده وفي سجدتك وانت بتدعي، فانا يا رب وكلتك اموري، انا نفسي في الذريه الصالحه ان شاء الله باذن الله ربنا هيكتبها لي، وهيكتب لكل واحده اللي نفسها فيه. مفيش احن منه زي ما قلت لكم، واكيد انتوا برضو عارفين. انت بس عليكي ان انت ايه، تصبري وتحتسبي كل ده عند ربنا، وان ان شاء الله ربنا هيكتب لك كل اللي انت نفسك فيه واحسن. ما تقلقوش من حاجه، لو حاجه اتاخرت عليكم ان شاء الله باذن الله كل تاخيره وفيها خيره زي ما بيقولوا. ربنا ابدا ابدا يعني مستحيل يبقى فيك
في حاجة كويسة ليك وتتأخر، ربنا يأخرها عنك أبدا. كل ما يبقى فيه تأخير اعرفي ان ربنا بيدبر لك الأحسن والأفضل ليكي. بس كده شايفين؟ بس واهم حاجة اهم حاجة ان انت تسلمي امورك كلها لله، وان شاء الله باذن الله ربنا هيوفقك في كل حاجة انت نفسك فيها، في كل حاجة انت عايزاها ان شاء الله هتلاقي ربنا معاكي وجنبك. ما تقلقوش من حاجة ابدا ابدا، مفيش احن منه ابدا علينا. وزي ما انتوا شايفين كده نرجع كده للروتين بتاعنا. انا هنا خلصت اوضة المعيشة، ظبطتها وفرشتها ورشيت فيها المعطر، ده اهم خطوة كده اللي هي بتبقى ايه خلاص يعني دي اخر الخطوات اللي بنعملها في موضوع اللي هو ايه التنظيف. فبتبقي كده يعني طايرة طير كده وانتي بترشي المعطر. دخلت برضو على غرفة النوم بتاعتي ظبطتها ونفس النظام برضو، الشبابيك تتفتح كده وتتهوى، وغيرت الملاية، وكمان ظبطت التسريحة بتاعتي. وبصوا اي حاجة بقى كده عندك عايزة تتظبط، احنا كنا يعني اللهم لك الحمد عاملين ومنضفين كل حاجة والموبيليا وكله تمام التمام، بس حاجات بسيطة كده تاتشات بسيطة يعني. لو في تراب كده خفيف فتمسحيه في سكتك، نمسح برضو الارض مسحة كويسة كده وخفيفة في السريع، بس كده مش اكتر من كده. بعد كده يا بنات فرشت اخر حاجة كده المفرش الزين. ايه رأيكم بقى في الحاجات اللي ماما؟ بصوا ده كده يعني الحاجة اللي ماما اصلا جايباها في جهازي، وده ذوقها والتفاصيل بتاعت الحاجات ديت. بصوا هي يعني انا بصراحة ما اتدخلتش في اي حاجة، انا سبتها هي اللي تختار لي كده كل حاجة، وانا كنت شايفة الفرحة في عينيها، فبصراحة ده كان مفرحني. فربنا كده يكبر بخاطرها ويجازاها خير، اللهم امين، ويعني يكتب لها كل اللي نفسها فيه، اللهم امين. وان شاء الله باذن الله تكون السنة الجاية كده وحبايبنا كلهم وكل اللي بيشوف الفيديو دلوقتي ان شاء الله باذن الله ربنا كده يكرمك بالحج ان شاء الله باذن الله، والوقوف على جبل عرفات باذن الله، باذن الواحد الاحد. بعد كده يا بنات هدخل بقى على المطبخ، وطبعا كنت اخدت كمان في سكتي الطرقه بعد ما خلصت الاوضه بتاعتي وكده، اللهم لك الحمد ولك الشكر. الجزء ده كان خلص، دخلت برضو على ايه المطبخ خلصته، وعملت كده في السريع يعني الرخامه، ومسحت. عايزه اقول لكم الدولاب المطبخ في السريع، بس بصراحه ما صورتوش معاكم، يعني حاولت انجز واخلص كده الدنيا سريع سريع. انتوا عارفين يعني ايه في التنظيفات الموضوع بيبقى مرهق وصعب جدا جدا، فمش هتلاقي كل حاجة صورتها تمام، فانا بصور المختصر المفيد. بعد كده ظبطت كده والارض نشفت معايا، فرشت كده السجاد اللي كنا غسلينه مع بعض، شايفين بقى زي الفل ازاي. وبس كده اللهم لك الحمد ولك الشكر. طبعا رشتين المعطر اللي بيطبطبوا على القلب دول، وبس كده اكون خلصت كمان المطبخ. يلا بينا كده على البلكونة. طبعا ده في التنظيفات اللي هي العميقة كنا بدأنا بالبلكونة، واحنا داخلين بقى على الريسبشن او الصالون، وبعد كده دخلنا على الاوض. بس طبعا عايزة اقول لكم ان التواليت كمان هعمله في الاخر خالص، يعني انا كمان ما صورتوش معاكم، بس دي اخر حاجة تعمليها في البيت بقى، علشان ده بنفضل بقى خارجين وداخلين كده في الحمام نكب بقى المية اللي اشتغلنا بيها، بنغسل كمان الشرشوبة في كل غرفة وكده. فبصراحة يعني ايه يعني ده احسن حاجة يعني ان احنا نسيبه كده في الاخر، بعد ما نخلص الشقة كلها كده نديله بقى التظبيطة بتاعته تمام. هو مش هيبقى محتاج حاجات كتيرة يعني، راح الدخول والخروج وشوية كده ايه حاجات كده بسيطة تتعمل فيه ونشيك عليه كده وخلاص. بعد كده دخلت بقى على الصالون، خلصته برضو مسحته
واي حاجة بقى في الصالون كده. يعني اللي هو ايه الجزء ده كان مفكوك كده، فجبت حتة شمع وبدأت ان انا الزقه. حابة برضو ان انا افكرك بحاجة زي دي، لو في اي حاجة كده عايزة تتظبط عندك في اي حاجة، يعني مش شرط يكون في الصالون، حاجة عايزة تتظبط كده في السريع فتظبطيها على طول، مش بتاخد وقت، والشكل النهائي بيبقى كده مرتب وحلو معاكي، والنفسية كمان بتبقى كده مرتاحة. طبعا هنا تلا ربنا يخليها لي يا رب ويحفظها ويحفظ لكم اولادكم اللهم امين، كانت بتساعدني. فبصراحة الفترة دي خلوهم كده يبقوا معاكم زي ما احنا متفقين، ويحسوا كده بفرحة العيد، ودي بتبقى لها يعني ايه فرحة كده وبهجة حاجة تانية كده. يعني وهم بيساعدونا كمان في التنظيفات، فتشغلي كمان التكبيرات، تشغلي اجواء كده فاهمة، تعيشيهم الاجواء بتاعة العيد. بعد كده يا بنات ده كده بديل السجاد كنت شارياه. اللهم لك الحمد ولك الشكر. طبعا كان نفسي يعني في حاجة تبقى شبه بعض للجزء بتاع الصالة، لاني يعتبر الصالة جزئين، فكنت عايزة حاجة تبقى شبه بعض. وكمان جبت للطرقة زي ما انتوا شايفين كده، فاللهم لك الحمد ولك الشكر، فرشتهم كده بالشكل ده وبقوا معايا بالشكل ده. وكمان كنت جبت كوشنات حطيتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، برضو من باب التغيير. وكمان انا كان عندي كوشنات وكده، بس مع الغسيل يعني خلاص بقى جابت اخرها، وكانوا برضو معايا بالشكل ده. حابة برضو اعرف رأيكم ايه فيه، وايه رأيكم في التنظيفات. وعايزة اقولكم برضو لما جيت امسح الارض وكده مسحتها بمية سخنة مع شوية من البريكس وشوية من المعطر مرة واحدة، لانه ما كان شوية من البريكس حاجة بسيطة، فكملت عليه في الكيس كده شوية من المعطر. وكل ما باجي امسح مكان باخد من الكيس كده على طول مع شوية المية السخنين وامسح مسحة حلوة زي ما انتوا شفتوا، تعقيم بقى ولمعان ما اقولكوش حاجة كده خطيرة، والريحة كده فظيعة، ريحة نظافة كده يعني. بصوا تفوق كده وتروق كده على الواحد بعد المجهود اللي شافه في البيت. وكمان عايزة اقولكم على المنظم اللي على الترابيزة بتاعة الصالون ده، كنت جايباه كده علشان انظم فيه بصراحة الكحك والبسكوت. برضو مش عارفة الغطا هيبقى محكم عليه ولا لا، برضو هبقى اعرفكم. وبس كده اكون خلصت معاكم الفيديو، وعيد اضحى سعيد عليكم كده يا رب، ويعود عليكم الايام بألف خير، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش بقى اللايك لاختكم لو عجبكم الفيديو، وكمان الاشتراك وتفعيل الجرس علشان تنوروني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.